ملوخية جميلة جدا، ملوخية أورجانيك بدون مواد كيميائية، ومرويينها بمية نظيفة وزارعينها فوق السطح. نخل التمر ده على فكرة هيتنقل في أراضي زراعية. لو حد يا جماعة عنده أرض زراعية عايز ياخد نخل من اللي هو اللي بيخلف تمر ده، يجي ياخده من عندنا. اللهم صل على النبي. خلينا بقى في الملوخية وكمان بطاطا اهي على فكرة قبل ما ننسى. اللهم صل على النبي. شايفين البطاطا؟ البطاطا اهي اهي، اللهم صل على النبي. لكن هو بالفعل بيبقى الملوخية زيها زي باقي الخضروات الورقية، بيبقى فيها ديدان، الديدان الشريطية والديدان الكبدية اللي هي اسمها الديدان الفشيولي. علشان تتجنب الديدان ديت لما تروح السوق وتشتري ملوخية، تجيب الملوخية الخضراء اللي هي زي دي كده فريش. تجيبيها ملوخية ما تكون خالية من الخروم وخالية من التلوث، وما تكونش بتروى بمية صرف صحي، وما تكونش تعرضت للتلوث. ادي اول خطوة، اول شرط في شراء الملوخية. تاني حاجة لما تجيب الملوخية اغسليها غسيل كويس بمية جارية تحت الحنفية، لحد انت ما تكوني راضية عنها وتكون ميتها نظيفة، وتحطها في مصفى وتجففيها تجفيف كويس. مثلا كده دي صينية ألمونيوم، ما تخرطيش الملوخية على صينية ألمونيوم زي ديت. لما تيجي تطبخي الملوخية يا ريت علشان تتخلصي من الديدان ديت ومن الطفيليات ديت، لازم يا حبيبتي اول حاجه تعمليها، لازم طبعا انت بتطبخيها على شوربه ارانب او شوربه بط او شوربه لحمه، اي شوربه كان، اغلي الشوربه كويس. ولما تيجي تسقطي الملوخيه اغلي الملوخيه كويس على الاقل عند 100 درجه مئويه. ليه؟ علشان تضمني ان الملوخيه ما فيهاش ديدان ولا فيها طفيليات، وتكون انت عملتي لها كده عمليه تعقيم لما تغليها عند 100 درجه مئويه. يعني مش مجرد ما تعمليه يعني ايه. انا بنسمع اصحاب القنوات بتاعت الطبخ بيقولوا ما تغليش الملوخيه جامد، وعند اول درجه غليان طفي عليها علشان تحافظي على قوامها وتفضل خضرة وشكليا تفضل حلوة وتكون وما تسقطش منه. الكلام ده غير صحيح. هي هتكون قوامها حلو برضو وشكليا حلوة، لكن مش هتتخلصي من الطفيليات اللي فيها. لازم تغليها كويس عند 100 درجة مئوية. ادي الخطوات اللي انا قلتلك عليها بتاعت الملوخية. اما الخطوة الاخيرة بقى يا حبيبتي، لما تيجي تطبخي الملوخية وكنت طبخت الملوخية تمام وكلت منها، وعندي اول وجبة بعد ما تاكلي الملوخية، بعد اول وجبة يا ريت ما تتركهاش بره التلاجة فترة طويلة، علشان بينمو فيها البكتيريا اللي بتسبب لنا مشاكل صحية. فيا ريت بعد اول وجبة من الملوخية يا ريت تاخدي الملوخية تحطها في الفريزر، علشان الفريزر يجمد الملوخية، وكل ما تجمدي تكون انت كده ما تضمني سلامة وصحة الملوخية. ماشي؟ ويا رب تكوني استفدتي بالكلام اللي انا بنقوله لك ده. والملوخية هي اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاي حج اسماعيل. انا هنحش الملوخية علشان الملوخية تطلع ملوخية تانية غيرها صغيرة. بترب ملوخية تانية صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فهيقولوا لك الملوخية فيها ديدان. هي الملوخية زيها زي باقي الخضروات الورقية، يعني معنى كده ان الخضروات الورقية كلها لازم تيجي من مكان موثوق منه، ما يكونش فيها خروم، وما يكونش ما تعرضت للتلوث ولا بتروى بمياه صرف صحي، وتغسليها غسيل جيد. وما تخافيش من الملوخيه. يعني انت هتقولي لي طب ناقص الملوخيه طالما الملوخيه بتسبب الاضرار ديت.
الملوخية في حالة أنا ما قلت لك كده مش بتسبب أضرار، ولكن الملوخية جميلة جدا. الملوخية فيها مادة لزجة بتعزز من صحة الجهاز الهضمي، وفيها فيتامينات ومعادن، وفيها مضادات أكسدة. شايفة الملوخية أهي، وفيها مضادات أكسدة بتحمي من السرطانات، وكمان الملوخية بتحمي من مشاكل الإمساك. فيها حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين سي. هي صراحة يعني منجم من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وفي ملحوظة هنقول لك عليها دلوقتي. شايفة ادي كمان اهيت، لما انا حشيت الملوخية البطاطا بانت والنخل بان. ويا جماعة كمان مرة اللي عنده أرض زراعية يجي ياخد التمر ده. اللي عنده أرض زراعية يجي ياخد التمر ده هو يزرعه في أرضه، يزرعه في الأرض الزراعية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي الملوخية هيت يا جماعة، شوفي اللهم صل على النبي. ملوخية جميلة جدا وفريش وشكلها جميل، وملوخية اورجانيك بتروى بمية نظيفة وما عليهاش مواد كيميائية بتسبب الامراض الخطيرة.